السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم على قناة حلاوتك لنا مع ندى الحديدي. النهاردة هنعمل أكلة شتوية لذيذة جدا وكلنا بنحبها أو معظمنا بيحبها، ألا وهي القلقاس. القلقاس من الأكلات الشتوية الحلوة قوي، بس أنا هعمله بطريقتي. حاجة تخصني أنا عشان خاطر القولون وكده تعبان شويتين، فأنا بستعمله بعمله بطريقتي. هتقولي امال فين السلق يا ست الكل؟ هقولك يا ست الكل، انا بستعملش سلق. السلق عموما هو طعمه فلات خالص، يعني ملوش طعم، فبيأثرش قوي ان انا لو نقصته من الوصفة بتاعتي. انا بستعمل الكزبرة بس زي ما انتم شايفين، وبقطفها زي الملوخية واسيب العروق الرفيعة خالص، مفيش اي مشكلة. والثوم بتاعي برضو بستعمله صحيح زي ما هو، يدوب بس بقسمه نصين. زي ما قلت لكم انا بستعملش السلق، لان السلق عموما من الالياف، من الخضروات الورقيه، والخضروات الورقيه بتبقى فيها الياف شويه، فبتتعب القولون، فانا بستغنى عنه. زي ما قلت لكم ما بيأثرش في الطعم خالص. لازم تكون الصينيه بتاعتك سخنه على قد ما تقدري، تنزلي بالماده الدهنيه وبعد كده تنزلي بالخضره بتاعتك عشان خاطر ما تنزلش ميه لو حطيناها على البارد. التوم زي ما انتم شايفينه انا حدفته على الخضره. في ناس بيعملوا التوم ازاي، يعني بيعملوه زي الملوخيه كده ويطشوا بيه القلقاس في الاخر. فطبعا برضو عشان خاطر القولون، فانا بحطه مع الخضره زي ما انتم شايفين، يدوب يدبل بس او يطرى. وطبعا لما اجي هضربه في الكبه فهيتضرب. هوصل للمرحله اللي انتم شايفينها دي. انا مش محتاجه ان انا اخلي الخضره بتاعتي تقعد يعني لغايه اما تتحمر. في ناس بيحمروها لغايه اما تبتدي تخربش معاهم في الصينيه، وبعد كده يدوقوها بايد الهون. لا، انا بيدوب بس بدبلها كده زي ما انتم شايفين، وهبتدي احطها في الكبه بتاعه الخلاط مع الثوم. اول لما الثوم بتاعي يطرى شويه خلاص، هبتدي بقى اضربها دلوقتي زي ما انتم شايفين في الكبه. ضربه حلوه كده زي ما انتم شايفين كده اهو. طبعا القلقاس من الخضروات الحلوه جدا جدا جدا، يعني انا بحبه برضو. انا كنت الاول مش بحبه قوي، بس دلوقتي بقيت بحبه. مش عارفه ايه المشكله، يعني ايه اللي حصل، بس ما علينا يعني. زي ما انتم شايفين دلوقتي هفتح كده الكبه، خلاص خدت اللون الحلو وخدت الضربه الجميله. طيب المهم بقى، لو انت عايزه القلقاس بتاعك لونه اخضر بزياده، كتري الخضره شويه او استعملي السلق. القلاص اللي قدامكم ده يا جماعه مش لسه عاملاه ولا صابح ولا اي حاجه، ده عندي في الفريزر بقاله سنه. والله لو بقاله سنه والله. بس شوفي، ولا اتغير لونه ولا طعمه ولا اي حاجه. انا يا دوب بجيب القلقاسيه، بقشرها وامسحها كويس جدا بمنديل او فوطه نظيفه، وبعد كده بقطعه مكعبات زي ما انتم شايفين واحطه في الفريزر زي ما هو. انا بحب مع القلقاس استعمل شوربه اللحمه. في ناس بتستعمل شوربه الفراخ، حاجه تخصهم مفيش اي مشكله، ادام انت بتحبيها مفيش اي مشكله. انا من وجهه نظري ان شوربه اللحمه بتدي طعم احلى للقلقاس بتاعنا. اول لما يغلي الشوربه اللي عندنا احط على طول القلقاس. طبعا هتقولي امال فين طريقه سلق اللحمه؟ انا عارفه ان انتوا كلكم شطار وانا عملتها كتير على القناه، فما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو. آم، انا عندي على القناه سلقاها كذا مره يعني. وانتوا كلكم شطار بتعرفوا تسلقوا لحمه يعني. مفيش اي مشكله. هنزل دلوقتي بالقلاص زي ما انتوا شايفين، وهسيبه لغايه لما يستوي 3/4 سوا. ما احطش الخضره معاه دلوقتي، هستنى عليه شويه، هصبر شويه لغايه اما يبقى 3/4 سوا تقريبا، وهنزل بالخضره بتاعتي على طول. عايزه اقول لكم حاجه، ان في ناس بتستعمل السلق ده عشان تتاكدوا من كلامي ان هو ملوش طعم قوي، يعني هو يا دوب بيستعملوه عشان يخلي الحاجه لونها اخضر بزياده. في ناس بيستعملوه مع الملوخيه الناشفه، بيحطوا ملوخيه ناشفه معاها كده وبيقعدوا يخرطوه مع الملوخيه الناشفه، فترجع خضره زي ما كانت، يعني ما بيأثرش على طعم الملوخيه خالص. فبالتالي هو ملوش طعم. فعشان كده بقول لكم ما بيأثرش قوي ان انتي تشيليه من الوصفه. انا كده خلاص الوصفه بتاعتي خلصت، هسيبها تغلي غلوه واحده مش اكتر. ما تسويش القلقاس لغايه الاخر، لان القلقاس لما تسيبيه بقى بعد كده وتغطي عليه الغطا هتلاقيه استوى بزياده، فهتلاقيه طري قوي، فبلاش. طبعا القلقاس ما يحلاش الا بشويه شعريه، رز بشعريه حلوين كده. اول حاجه تحطي الماده الدهنيه وتحطي الشعريه وتديها اللون الحلو ده، وبعد كده تنزلي عليها بالرز المغسول وكميه الملح اللي انت محتاجاها، وتقلبيه كويس في الماده الدهنيه لغايه لما كل الرزايه تتغلف بالماده الدهنيه، عشان خاطر تبقى مفرفره كده ومفلفله وحلوه. هنزل بكميه الميه اللي هي كل كوبايه رز قدامها كوبايه ميه. تمام. هديها التقليبه الحلوه وهسيبها على النار لغايه لما تتشرب الميه اللي عندنا دي، وهوطي عليها بعد كده
يعني خليها العين بتاعتك يعني واطيه خالص، وهسيبه لغايه لما يستوي براحته كده وبشويش. يلا بينا بقى نقدم الاكله الحلوه بتاعتنا دي. مش عايزه اقول لك كان القلقاس طعمه حلو جدا وكان مستوي كويس جدا. طبعا اللحمه بتاعتي اديت لها كده دحرجه كده في الصينيه مع حته زبده كده. وادي القلقاس بتاعي، شوفوا بقطعه بيتقطع معايا كويس وكان طعمه حلو جدا. جربوا طريقه تخزين القلقاس بالطريقه اللي بقولها لكم دي، مش هتندموا. وزي ما انتم شايفين قدامكم كان زي الفل. الوصفه خلصت. يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. اشوفكم المره الجايه على خير في وصفه جديده من وصفات حلاوه اكلنا مع ندى الحديدي. اوعي تنسي الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. اشوفك المره الجايه على خير ان شاء الله في وصفه جديده من وصفاتي. سلام.